في فيديو النهاردة بمعلقتين سمنة هنعمل 50 قرصة من قشطة الفران. زي ما انتم شايفين الجمال اللي قدامكم ده بقالي امكانياته بقالي تكاليف، بس هخرج برا المحتوى ثواني بس. انا في ناس كتير بتقعد تسألني تقول اصل اللايك عندك واسع على الصفحة، اصل الشفت في مدة قصيرة، اصل بتعمل ايه على الصفحة الكلام ده. انا الريتش حرفيا وقع عندي من شهر 11، فانا عايز تعليقاتكم ترد على الناس دي بعد اذنكم. بس لايك كتير يا جماعة للفيديو وشير ويشرفوا متابعتكم. بعتذر على الإطالة. في البداية معايا نص كيلو دي جمال أغراض، عليه معلقة كبيرة لبن بودرة بوزن 15 جرام، معلقة كبيرة من الخميرة بوزن 15 جرام، ربع كوب من السكر بوزن 50 جرام، ومعلقة صغيرة من الملح أو نص معلقة صغيرة. بعد كده معايا 30 جرام من السمنة مسيحهم مع 75 جرام من الزيت، معلقتين كبار سمنة وربع كوب زيت زائد معلقة كبيرة. ببث المكونات كويس جدا مع بعض بالشكل اللي قدامكم ده. هنزل بعد كده ب250 جرام من المية الفترة العادية عبارة عن كوب وربع، وهبدأ أعجن المكونات كويس جدا مع بعضها لحد ما أوصل لقوام عجينة طرية جدا زي ما هنشوف بالشكل اللي قدامنا ده. ولو احتاجت مية بزود، بس هي كانت واخدة معايا 250 جرام. قوام العجينة عجينة طرية جدا زي ما انتم شايفين كده. هغطي عليها واسيبها ترتاح، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. سبتها ترتاح حوالي 10 دقايق ربع ساعة. بعد كده هبدأ أقسمها بالشكل اللي قدامكم ده، وهبدأ أشكلها قطع صغيرة بأي سكرابر أو بأي قطاعة. وببدأ أضغط كده على كل تقطيعة وببدأ أكورها كويس جدا، فهكذا. بعد إذنكم لايك كتير للفيديو، لأن بجد والله الريتش عنده وقع من شهر 11، عشان الناس اللي ما بتسيبش حد في حاله مع انه بيكونوا هما كويسين وبيبصوا لغيره. يعني هما اصلا ما بيبصوش لمستوى الشغل. مع احترامي يعني نبص للشغل قبل ما نتكلم، لان بجد يعني الواحد جايب اخره. بعد كده ببدأ ارص القرص بتاعتي يا جماعة، وبعمل مسافات بينهم بالشكل ده، وابدأ اضغط عليها بكعب ايدي. بغطي عليها واسيبها تخمر يا جماعة لحد ما يتضاعف حجمها. عملت معايا كمصاج يعني، لحد ما تعلى معايا القرص دي. كل ما تعلى كل ما بتكون هشة معاكم ورهيبة. انا بقرب لكم عشان ما تطلعش معضمة. دايركت على فرن سابق التسخين مسبقا درجة حرارة 200 مئوية، رف اول من تحت. بتقعد معايا 10 دقايق ل15 دقيقة. براجع القاعدة لونت كويس، بعد كده بفتح لها الشواية بسيبها تهدى ونبدأ نقدم منها، طبعا مع حتة جبنة مع الشاي. وبألف هنا عليكم يا رب جميعا.